بديه، شفايفه كويسه، مش شمخر، واجهه وصوته كده يبقى جميل. انما قول لي انت الصفه فيك كويسه تخليك تبقى مذيع تلفزيون، هات لي صفه واحده. ومن ساعه ما ابنك خد ال 5 مليون جنيه في السنه وانت طايح فينا، وكل غلطات الاهلي مزايا. طب اتحاد اسكندريه لا ما يطلعش بيانات، طب الاسماعيليه برضه ما يطلعش بيانات، ليه؟ الوسط الرياضي يا استاذ كريم للاسف هذا الاعلام الفاسد يدمره فعلا للاسف. اخر حاجه بالنسبه لكاس مصر اللي هو الناس كلها بتسال هو ليه كاس مصر من غير جمهور؟ انا السؤال ده يا جماعه، ما في حاجات بتتقال في الملقا. سالت الاستاذ جمال عدام كان معاه سياده اللواء مشهور، هم فعلا قال لك ده كان قرار متاخد من السنه اللي فاتت. يا عم ده انت كسبت المصري من غير جمهور، ولما دخل الجمهور اتعادلت معاه 2-2، وعايزين نشوف بقى رابطه الانديه تعمل ايه مع جمهور الزمالك بعد ما كسر المدرجات بعد مباراه الزمالك والمصري والاسماعيلي النهارده. الجمهور برضه نفس القصه، ولا احنا بالمناسبه دي هنوقف 980 واحد من جمهور الاهلي تاني؟ انا كل لما اي جمهور يغلط هنوقف جمهور الاهلي. ما زال. نعم. ليه؟ ان احنا هو في طول السنين لو حضرتك رجعت 20 سنه بقى، مش هقول رجعت 5 سنين ولا 20 سنه، هتلاقي ان مهاجمي النادي الاهلي معروفين. يعني من اول احنا بنتكلم في بدايه الالفينات، هتلاقي ان حضرتك مثلا بنتكلم في حسام حسن، بنتكلم في احمد بلال، بنتكلم في احمد متعب، بنتكلم في خالد بيبو، بنتكلم في فلافيو. الاسامي اللي احنا بنقولها ومن قبلها بتتكلم في فيليكس وبتتكلم قبلها في الكابتن خطيب، وبتتكلم هتفضل تقول اسماء كثيره جدا موجوده يعني. وعلاء ابراهيم. حضرتك هتقول نعم. انت ليه بنقول الاسامي دي وليه بنفتكرها وليه ناس ما بنفتكرهاش؟ نعم. عشان الناس دي مش بتجيب اهداف، الناس دي كان عندها استمراريه في احراز الاهداف. نعم. فعندي مثلا كل موسم بيبقى في واحد بيسجل 12، الموسم اللي بعديه 14. نعم. انا بتكلم على المهاجمين، في لعيبه ثانيه طبعا ما نقدرش نغفل عنها. طيب عشان بس ما اخرجش بره المباراه، ايه اللي اتغير في النادي الاهلي الشوط الثاني؟ هل غير من طريقه اللعب؟ اللي اتغير ان هو لان هو اول تغيير في الدقيقه 75 اللي اتغير ان سجل هدفين. حضرتك لو جيت بصيت هتلاقي ان طلائع الجيش اما سجل هدف كانت اكتر فتره النادي الاهلي مستحوذ. نعم. انت جايب محمد فضل قايم مهاجمين الاهلي لا حول ولا قوه الا بالله، وقال لك احمد بلال ومش عارف ايه. قال ان شاء الله باذن الله اللي معاه كسروا الدنيا، ونتعاقب مع الاخ فوفانا واللي هنلمحه هنمرجحه.